سلام سكان هذا الكوكب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اهلين فيكم بفيديو جديد. وفيديو اليوم في توك توكر طيوش الدنيا كتير، فحبيت اسوي هذا الفيديو اشارككم اياه. بتمنى تستمتعوا وانتم عم تشاهدوا هذا الفيديو. بتمنى ما تنسوا من دعمكم الي من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ونشر الفيديو بين اصحابكم لنكبر اكثر واكثر. وشكرا كتير لمتابعتكم الي. يلا ندخل بالموضوع مباشرة. اوكي، صاحبنا معروف بالتيك توك انه بيعطي حلول لكل شي بهالحياة. كل شي بيلزمك بهالحياة الزلمة مستعد يعطيك حل له. كيف وشلون؟ الزلمة حاسس حاله عنده خبرة زيادة بالحياة، فحب يقدم هاي الخبرة ويقدمها عن طريق التيك توك. هلا صراحة الزلمة انشهر، تمام، وصل لمرحلة انه صار عنده متابعين مثل عادة. ولكن النقطة وين النقطة؟ خلونا نشوف الفيديوهات مع بعض. هلا هو عم بيقول انه اهم 3 شغلات بالحياة. خلونا نشوف شو هن اهم 3 شغلات بالحياة. أهم 3 شغلات بالحياة لحتى تكون أمورك تمام بالخيون، ما ترسمها حالهم ولا بتخليهم مكانهم، وبتحاول تزيد أو تعيد كلمة بس مكان بحجورهم، بتخلي سطرك على نفس الحروف، تخيل أمورك تماما كلها باللوز. شو الترتيب؟ شو الوضع؟ شو يا كبير؟ معلم؟ ابو الجبس؟ طيب 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 خلونا نشوف انه اسهل طريقة ممكن تجيب فيها متابعين. كيف تجيب متابعين على الانستغرام أو التيك توك أو اليوتيوب؟ لحتى تجيب متابعين على هدول مواقع التواصل الاجتماعي لازم أنت تكون مصهرة ومخرج لحتى تحاول، او ما تكون موضوعك انهم مسوين او مسترخ عليهم حرام. حاول تكون المسألة تحاول تسددون نفس ما كان شدروهن، خليه تشربون او ما تخليهم انه لا تشربون، لا تخليهم. والله صعبة كتير كتير صعبة كتير صعبة. هلا ممكن تقولوا لي انتو انه شو عم يحكي هان؟ ما بعرف. حتى انا ما بعرف شو عم يحكي. انا بس نفسي عم اقلب بالفيديوهات، بس نفسي اشوف فيديو ممكن افهم شي منه. طيب، عم بيقول شغلات دير بالك تعملها مع اهلك. كلياتنا نكون باركين مع اهلنا، بنسهر، بنقعد، بنطلع، اجباري الواحد اهله يعني وين بده يروح؟ اهله خصوصا بهالحظر والكورونا والوضع اللي صاير ما لا غير اهلك تبرو. والله خلال هالفترة الحظر والكورونا اللي صايرة انا تعرفت على اهل جديد وطلعوا جماعة كويسين وعين الله عليهم، بخير ربهم انا. فخلينا نشوف الشغلات اللي دير شغلات بالك اوعى تعملها تعملها مع قدام اهلك. اهلك. اذا بتحاول او تخلي مثلا مشدودين من الاكل او في عندك حزاره بالاكل وحشوشين، انت تحاول تخليهم نفسهم يعني. نفسهم. والثانيه الشغله جدا مهمه، مهمة. لانه هي بالاساس بتاثر بالحاج تنكر على الحزام بتاعت التنكر يعني. مثلا في كثير بيخليهم يروح، بيخليهم مثلا نفس المكان موجود والسترات موجوده، هي كلها بتاثر باللوز، بتخليها لحالهم لا تعملون ابدا. هيك بتنزع العلاقه بينك وبين خليهم حالهم، وما بتخلوه بيقبلوك بالحرجر. شو معلم؟ شو يا حبيب؟ حبيب شو؟ هلا هو الشاب انا ما عرفته من وين، ولكن من شكله من لهجته عفوا مبين انه لبناني. فهو لبناني وعايش بتركيا. في لسه عنده كتير شغلات مثل هالقصص هاي، مثل انه كيف ترجع حبيبتك. رح نمر على الفيديوهات بشكل سريع بس حتى تاخذوا فكرة عن الموضوع. مرحبا. كيف اهلا. ترجع حبيبتك القديمة؟ لحتى ترجع حبيبتك القديمة لازم ما بدي إذا ارجع. ما خليتهم تحكي لهم مثلا ترد لك، تحاول إنك أنت الأمور خدها بنفس المكان، يعني ما تخليهم يروحوا يحكوا لهم مثلا تمام. هيك، لأنه بتخلي إنك تخليها بتعيدهم بتخلفهم وما بتستوى لك حتى لو ما خالد. حتى بتخليها ما تخوب مثلا، بتقول لها أنا خلاهم راحوا وكانوا بنفسهم المكان موجودين. هيك بتحاول كذا طريقة وفيها وجهة نظر نفس المكان. لك فيها وجهة نظر، اكيد فيها وجهة نظر. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها ايه ده؟ انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. مش انت ايه قول لي؟ قلت لي البتاعة. شو سر اللغة تبعي؟ اوكي. هلا بعد ما شفنا هالكذا فيديو هدول اللي إله، الزلمة نزل فيديو عم يقول انه شو سر اللغة تبعي. خلونا نشوف شو سر هاللغة هي، شو الترتيب.
صار الوقت انا لكم اللغه اللي بحكي فيها انا لمين تابعه او انو لهجه. ضروري. هي ايام 1903 كان في شعوب تحكي بالختنوي كانوا يستفادوا منه. لك. حتى لو عثروا عليهم كان الملك امر بوقتها انه يخليه يتعذروا، فكان من وقتها ما ضرب ولا حد فيهم يخليه يستفاد منه. العالم كانت وقتها ما تغير كثير، فهي اللهجه ماتت ايام الوقت كان يعزلون وما عاد تستقبلوا وما عاد تغيروا بالمطار ممنوع. ممنوع. يعني حتى وقت اللي اجى يبين لنا شو موضوع اللهجة تبعيته وليش هيك عم يحكي، دخل الدنيا ببعضها واخذنا على حرب البسوس ورجعنا على الحرب العالمية الثانية وطلع هو بس الوحيد اللي نافذ من كل هالحروب اللي عدت ووصلنا على التيك توك. معلم، بعرف انك عم تقدم محتوى كوميدي وبعرف انه هذا الشيء بس لتستليمه اكتر، ولكن صراحة أنا حبيته للزلمة. يعني الزلمة بوصل لك فكرة بدون ما يحكي ولا شيء. طيب كيف تستغل وقتك الضايع؟ هلا مثل أنا زلمة يوتيوبر، تمام؟ عندي محتوى على اليوتيوب وعندي شغلي برا اليوتيوب، فمن ضروري إني أعرف كيف أستغل وقتي. خلونا نشوف شلون. مرحبا، كيف تستغل وقتك بايام الحظر؟ لحتى تستغل وقتك بايام الحظر وما يروح وقت الحظر على الفاضي اللي قاعدوا بالبيت، انت فيك تنتج فيه، فيك انت تساوي مصطلحات تستفادون عندك بين تقريبا من الساعه 7 الصبح وتغيرها 6 ساعات، تلاقي فيك انت تدير امورك حتى ولو ما يتعادر عليهم. فانت بتلاقي حالك وقت من الايام يعني تحس انه في انتاج. انا ما ولا عم فكر فيه الصور، بس انت هيك بتلاقي في انت اخر الوقت وكلهم قالوا لنا حتى لو ما استفادون بتعير كذا نوع. كمان ما فهمنا شيء. ماتت قلوب الناس. رح ندخل شوي بالحزن. أنا نفسي أشوفه وهو زعلان، نفسي أشوفه وهو زعلان. كثير تغيرنا، تحولنا نبقى مكان وجودي. حتى ولو بقيت مثلا تخاول انه تحكي له ما فيك مدير، حتى لو هاروت ما ولا احزانك ولا بتروى ولا بتغير نواس بتدعي يا ليل يا ليل يا ليل. ايه يا ليل يا ليل يا ليل، والله فهمت منه يا ليل. اول كلمة بفهم عليه اللي هي يا ليل. يا سلام عليك، يا سلام على هالصوت، هالحنجرة الذهبية اللي عندك. طيب ما راح اطول عليكم كتير بالفيديو، بس حبيت يكون الفيديو شوي نموذج عن الشيء اللي عم نشوفه باليوتيوب. تمام. هلا صراحة الشاب هو مهضوم، ولكن انا بتبع طريقة انه كل شيء بزيد عن حده بيقلب ضده. انا نفسي افهم شيء من اللي عم تحكيه انت. اوكي هو محتواك وانت حر بمحتواك، انا ما بنتقدك، بالعكس انا بقولك انه انا حابب هذا الشيء اللي عم تعمله انت. هلا مثل كتير ناس حابين الشيء اللي عم بتقدمه انت، وبنفس الوقت حابين يعرفوا شو السر، شو هي اللغة، شو بتعمل انت. يعني انا برايي انه لو تطلع بفيديو موضح انه انا هيك ببرك بساوي، او انا هيك بعمل، بخطط لهيك فيديو، او ببرك بجمع الكلمات، او بيجي معك الكلمات هيك بس بتفتح الكاميرا وبتزد، انا برايي بكون افضل. ليش؟ لانه بتخلي العالم تتعرف عليك اكتر، تصلك اكتر. اذا انت بموجب عم تدور على المتابعين وعم تدور على الشهرة، فانا برايي انت بحاجة لهيك فيديو. فما بعرف، كتبوا لي انت رايكم بالتعليقات. هل يا ترى انتوا معي ولا معه ولا شو الترتيب؟ فما راح اطول عليكم كتير بالفيديو. بتمنى تكونوا استمتعتوا وانتوا عم تشاهدوا هذا الفيديو. بتمنى ما تنسوا من دعمكم لي من اللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس، ونشر الفيديو بين اصحابكم لنكبر اكتر واكتر. شكرا كتير لمتابعتكم الي، احبكم.